بعد غياب تعود الى الوطن في الدوري حاليا في قطر، ونادي الكويت يعتلي صداره الدوري في الكويت. هذه ضربه ركنيه عاليه فوق مش على البرشا، بوكس ضعيف جدا جدا، يطلع تاني من جديد وتصويبه يضغط الازرق بقوه، ولكن العنابي يتصدى. ومن ناحيه يمين كان على طول علي اسد خبره، بدا يوزع اللعب، ومن الامين من الشمال بدا يزيد عمرو سراج محتاج والله كانت فرصه تدخل التاريخ، تدخل التاريخ من اوسع ابوابه، وابوك هو اللي معاه مفتاح كل ابوابه. يا سلام يا سلام يا سلام يا همام، ويا سلام يا تميم. يا ولدي، يا ولدي، تميم منصور مفتاح مع المفتاح بلزابه مع ابوه. لعيب جاسم جابر المدافع الصاعد الحقيقه، اللاعب رقم 15 في صفوف العنابي، عميقه تحت الضغط. يا سلام عليك ولد، يا سلام عليك ولد يا همام، الى علي اسد، الى همام. لو عدت تاني من جديد. لا 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 عملوها الصغار، عملوها الصغار، وبدري بدري بدري له من الكبار. يتقدم عمرو سراج باول اهداف العنابي، اول الاهداف. نعم العنابي الصغير لا يخاف، تقدم وسجل في مرمى اكثر من حصد البطوله. يبدو ان العنابي ناوي عن البطوله. نعم صغار، لكن يبدو بالفعل كل منهم كهواكم وهم من الكبار. نعم من الكبار. يتقدم العنابي 1-0. عمرو سراج الجناح يقتحم منطقه الجزاء من المايسترو علي اسد، تعود لعمرو سراج بكل هدوء وبكل ثقه وبكل تأني. اقدام الولد العنابي بتغني وتعزف لحن عنابي جديد. عمرو سراج 1-0. علي اسد يقود هجمه جميله، همام الامين يسبب التوتر، عمرو سراج يقتحم منطقه الجزاء وهو على الورق جناح ايسر، ناوي على ايه تاني، ولكن على طول تعود الازرق الكويتي. هجمه مرتده للمنتخب الكويتي اقصى اليسار، اتعملت حلوه قوي مبارك 2 ولا مين تاني، 1 على 1 وناقص كويس ويعدي ويشوط، ولكن مشعل برشم يتصدى. شقيقه صاحب ذهبيه العالم معتز برشم بطل العالم في الوزن العالي. ودي انطلاقه مبارك لفنيني لاعب السلميه 22 سنه، من اللعيبه اللي بتحط الكره تحت رجليها كويس وبيجري وبيراوغ كويس. لكن برافو اسماعيل محمد برضه اي ضغطه في اي ظروف، مش عايزه يعرض نفسه على الواحد على واحد. بسيطه وسهله. شوف الولد ومهارته الجميله لعلي اسد. يا سلام يا علي، يا سلام على الباص الجميل. لكن خالد ابراهيم، احمد علاء بسرعته يلحق تاني، عمرو سرور. الله مواجهه جميله جدا جدا. سلام على احمد علاء، وادي عمرو سراج من نفس المكان الولد، لكن على طول يتصدى سليمان. عندنا عبد الله احد النجوم الكبار واحد نجوم المجلس مع خالد جاسم، واحد اللاعبين اللي بيمتازوا بالخلق العظيم والتهديف التاريخي. يا سلام يا علي اسد، يا سلام يا علي. لا ضربة جزاء يا ولدي، ضربة جزاء يا ولدي، ضربة جزاء ولا ايه؟ لكن شوف الضغط، شوف ضغط العنابي، شوف ضغط العنابي، ومعانا الفار ضغط قوي في اللعبة الأخيرة. فرصة هدف ثاني للعنابي، محاولة المنتخب الكويتي اثناء الحكم عن فكرة ضربة الجزاء، لكن يبدو أن هناك تلامس. ما اقدرش أجزم أبدا، ما اقدرش أجزم. يا سلام على علي أسد وعظمته، وادي التصويبة الجميلة مش باينة، كل ده مش باينة لسه. شوف الباص الجميل، شوف الباص المتشفر، باص متشفر وجميل. هل حدث تلامس؟ هل حدث عرقلة؟